ممكن تقولي ايه الأسئلة اللي اتسألتيها في السفارة؟ طيب هي كان بقالها سنين، بس أنا فاكرة كويس جدا إن كان جوزي معايا في المقابلة، وده حصل بالصدفة. كان لأن الانترفيو بتاعتي كانت بعد كورونا على طول. هو كان في أجازة في مصر بيزورنا، وبعدين حصل كورونا والدنيا قفلت والمطارات قفلت وكل حاجة قفلت، فهو كان موجود في مصر. بعتولي ايميل قالولي المقابلة بتاعتك في الميعاد الفلاني. هو كان موجود وحضر معايا. رحنا الانترفيو. ما كنتش واخده ولادي، بس اخدت معايا الباسبورات الامريكي بتاعتهم just in case يعني. وانا فاكره كويس جدا ان كل الاسئله كانت متوجهه له هو، وكانت اسئله بقى من نوعيه ايه. يعني شغلك هيقدر يبقى يكفل الأسرة كاملة لما تيجي. طيب انت عنوانك قاعد فين دلوقتي؟ طيب انت غيرت كام عنوان؟ غيرت كام مكان قبل كده؟ طب انت دلوقتي مستقر فين؟ يعني كانت كلها أسئلة متوجهة له هو، وعن ظروفه وعن وضعه في البلد. طيب مثلا انت تضمن ايه ما تضمنش ايه، حاجات من النوعية دي. ولكن انا عن نفسي انا كنت واقفه كده، ما يعني هي شافتني وبس، كانت بتوجه له هو كل الاسئله. فانا ما اعرفش بصراحه، لو انا كنت لوحدي كانت هتبقى الاسئله دي نفس الاسئله متوجهه لي، او اسئله عنه، ولا كانت هتبقى اسئله تانية. بس هو حصل بالصدفه جدا ان هو كان موجود وحضر معايا الانترفيو.